الجزائري رياض محرز سابعا في ترتيب الجائزة الذهبية، محققا إنجازا عربيا غير مسبوق بعد أن فاز بجائزة هيئة الإذاعة البريطانية BBC الخاصة بأفضل لاعب إفريقي لعام 2016. المتابعون والمشجعون من أنحاء العالم كانت لهم الكلمة الختامية لاختيار أفضل لاعب إفريقي، وهي الجائزة التي تمنحها BBC كل عام. الجزائري رياض محرز نال الجائزة بعد صراع كبير مع العديد من نجوم القارة السمراء الذين يساهمون بشكل كبير في انتصارات فرقهم، والحديث يشمل الغابوني بيير إمريك أوباميانغ والسنغالي ساديو ماني والغاني أندري أيو، إضافة إلى الإيفواري يايا توري. جائزة أفضل لاعب إفريقي ذهبت لمن يستحقها، فمحرز أثبت جدارته بالتتويجات والجوائز الشخصية بعد المستويات الفنية الكبيرة التي قدمها مع ليستر. الدولي الجزائري كان له دور كبير في منح فريقه لقب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، كيف لا، وهو من سجل 17 هدفا إضافة إلى 11 تمريرة حاسمة. مجهود جذب الأنظار إلى محرز الذي وضع رفاقه على منصة التتويج بالبريمير ليج، وذلك للمرة الأولى في تاريخ النادي. في مايو الماضي أصبح محرز أول إفريقي وعربي يتم اختياره كأفضل لاعب في البريمير ليج، وذلك بعد عامين فقط من انضمامه لليستر قادما من لوهافر مقابل 400 ألف جنيه استرليني فقط. هذا وساعد محرز منتخب بلاده في التأهل إلى نهائيات كأس إفريقيا، حيث صنع 5 أهداف بتمريراته الدقيقة وفنيته الرائعة، إضافة إلى تسجيله هدفين في 5 مباريات لعبها. محرز ينضم الآن إلى قائمة عظماء إفريقيا على غرار جورج ويا، جيجي أوكوتشا، ديدي دروغبا ويايا توري. توهج محرز برز على المستوى العالمي ليحتل المركز السابع على لائحة جائزة الكرة الذهبية، متقدما على بعض الأسماء الكبيرة منها زلاتان إبراهيموفيتش، بول بوجبا وروبرت ليفاندوفسكي. تغلب نادي روما على ضيفه